قصة النهاردة تزعل أي حد يسمعها. بنحكي عن قصة شاب كويتي عنده 28 سنة. في سنة 2000 كان بيستعد للفرح، وقبل 4 أيام من فرحه كان بيتمشى بالعربية مع نسيبه، يعني أخو مراته، وكان بيحكوا عن ترتيبات الفرح ومبسوطين بيتمشوا في منطقة هادية. وفجأة لقوا رجال الأمن كانوا بيفتشوا عادي، طلبوا منه إن هو يطلع البطاقة هو ونسيبه، وفعلا طلع البطاقة واداها لهم. الضابط راح عمل استعلام عن البطايق ورجع له، قال له انت فلان الفلاني؟ قال له اه. قال له اتفضل انزل معايا. قال له طب انا افهم في ايه؟ قال له بعدين نتكلم. نزل من العربية، طبعا حطوا الكلبشات في ايده على طول وخدوه على الاسم. قال لي نسيبه خلاص روح انت حاول تشوف لي محامي ونشوف ايه الموضوع. نسيبه مشي بالعربية وهم خدوه على الاسم. حاول يفهم اي حاجة منهم، برضو محدش كان راضي يسمعه، وخدوه على إدارة تنفيذ الأحكام على طول لأنه كانوا متاخد فيه حكم نهائي. قعد يزعق ويتخانق، أنا ما عملتش حاجة، أنا مش فاهم حاجة، أنا عايز حد يفهمني. نزل للضابط قال له أنت عليك حكم ب7 سنين سجن. قال له ازاي؟ أنا عمري ما دخلت اسم ولا عملت أي حاجة. قال له لأ، كل اللي بيجي هنا بيقول نفس الكلام، أنت محكوم عليك ب5 سنين بتهمة تعاطي مخدرات، و2 سنين عشان اقتحمت بيت ناس. وانت وقتها ما هرب، عمل كل حاجة عشان خاطر يصدقوه، مفيش اي فايدة خالص. وخدوه طلعوا بيه على السجن على طول لانه هينفذ الحكم. جابوا محامين وجابوا طبعا اكتر من محامي وحاولوا ان هم يعرفوا اي حاجة، لقوا ان القرار نهائي، ما عرفش خالص ياخد براءة. هو طبعا دخل في حالة نفسية صعبة جدا، واول مرة يدخل اسم ومظلوم وما عملش اي حاجة وبرضه مش عارف يعمل ايه. المهم فضل حوالي 1.5 شهر قاعد قدام الباب بتاع السجن، بتاع الأوضة يعني، على امل ان هم يجوا في اي لحظة يطلعوه ويقولوا له خلاص انت بريء او كان ظالمينك او حاجة. الموضوع طول وهو فضل يعاني لمدة 1 سنة كاملة محبوس. هل هو فعلا بريء ولا بيتهيأله انه بريء؟ هنشوف. الولد اتحبس 1 سنة وفرحه طبعا اتلغى والبنت سابته لانه هو طبعا طلع سوابق وكله بقى بعد عنه. هو خلاص بقى استسلم، مفيش فايدة ان هو يخرج، وبرضه المحامين كلهم محدش عارف يجيب له اي مقارنات، وكان مفيش معارضات اصلا للحكم، كانت خلاص انتهى وبقى امر واقع. كان في برنامج في السجن ان هو اللي يحفظ القرآن كامل بيخفضوا له مدة السجن. فضل يجتهد ولحد ما حفظ القرآن كامل، وفعلا اتحبس 1 سنة وباقي ال7 سنين تحت الملاحظة، وممنوع طبعا السفر، ولازم يروح كل اسبوع زيارة للقسم وفحص مخدرات دوري ويراقبوه طبعا طول الوقت. لما خرج من السجن لقى كل اصحابه تخلوا عنه ومحدش واقف جنبه، حتى شغله خسره، وحياته طبعا كانت اتدمرت خالص، بقى منبوذ كمان من المجتمع وبقى ضايع. فضل ال6 سنين يروح إدارة التنفيذ يخلص اللي عليه ويتابع لحد ما خلصت المدة. راح يستلم أوراقه ويستلم المتعلقات بتاعته. خلص الأوراق، وموظفة كانت بتديه العهدة بتاعته. فتح الظرف لقى فيه جواز سفر ومفاتيح عربية. بص في جواز السفر لقى ايه بقى؟ لقى صورة واحد تاني خالص غيره. طبعا قعد يزعق ويقول ايه ده مش انا، مين دوت، انتوا جايبين صورة مين، انا كل دوت اتهمتوني في جرائم انا ماليش ذنب فيها، انا ده اكتر دليل على براءتي. الموظفة ما كانتش فاهمة حاجة، قالت له اهدى بس لما نشوف في ايه احكيلي. قال لها دي مش صورتي انا، واكيد اللي عمل الجريمة اللي انتوا بتقولوا عليها دي هو الشخص دوت. خدته وراحت لرئيس القسم واداه لوكيل النيابة، ولما شاف جواز السفر قال له ايوه فعلا ده مش انت، هو انت نفذت
الحكم؟ قال له أيوة، أنا قعدت 7 سنين أنفذ في الحكم في قضية أنا ماليش ذنب فيها. طبعا بدأوا تحقيق من الأول واكتشفوا بقى كل حاجة، لأنه أصلا ما كانش حد راضي يسمع من البداية. اكتشفوا بقى ان كان في شاب بيحب بنت ودخل عليهم بيتها، واخواتها شافوه، مسكوه كسروه موتوه بمعنى الكلمة ونقلوه المستشفى. لما فاق كانوا عملوا له 4 عمليات وكان حالته متدمر. فعشان يسجلوا البيانات وكانوا طبعا خدوا الورق اللي معاه، لقوا معاه جواز السفر، سجلوا بيه البيانات اللي لقوها فيه. فهو كان اصلا مزور جواز سفر عشان يهرب بيه، ايام ما كان النظام ورقي مش الكتروني. وحطوا بيانات طبعا الولد التاني واتعمل القواضي كلها باسمه، والقضيتين قضية تعاطي مخدرات، لان لما عملوا له فحص لقوا عنده نسبة مخدرات عالية، ولقوا معاه هيروين وحشيش في جيوب. وبعد ما كانوا حاطينه تحت مراقبة الشرطة في المستشفى، جت بنت قالت لهم أنا مراته وعايزة أدخل أبص عليه، وقعدت تعيط وكده. كان في 2 حراسة. وقتها دخل واحد الحمام، والتاني كان جاله تليفون راح يعني يشوف. انشغلوا طبعا، والبنت دي خدته هربته، واللي هربته دي أصلا البنت اللي كان جالها البيت واخواتها كانوا ضربوه. خدته هربته وركبته تاكسي واختفى من المستشفى. وهم عن طريقها اصلا لما رجعوا دوروا ورا القصة جابوه عن طريقها هي. وطبعا كانوا خدوا جواز السفر وسجل بيه القضية، وعرفوا طبعا كل القصة، واتقبض عليه بالفعل تاني وخد حكم طبعا 7 سنين كلهم، وكمان ضاف عليهم 5 سنين تزوير في القضية اللي عملها. وخلصت القصة النهاردة.